اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو. معاكم أختكم أم كرمة صاحبة قناة ماما كوكي. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين بقى، دي الهريسة اللي كنت جايباها من يومين. وطبعا بقى اللي كنت سايباها في العلب بصراحة، بس بعد كده لقيت العلب خلاص يعني باشت. فاضطريت بقى ايه ان انا انقلها في صينية كده زي ما انتم شايفين، عشان ما عنديش علبة كبيرة تاخد الكمية دي. وبعد كده هغطيها بالكيسة وهحطها في كيسة تانية بيضة نظيفة، وهحطها بقى على الترابيزة. اللي عايز ايه يطلع حتة في طبق كده. بعد كده طبعا فطرنا، ولقيت الولاد نفسيتهم تعبانة والمدارس هتبدأ بقى، وحبيت كده اغير عنهم. اخدتهم ورحت النادي اللي جنبنا هنا، مرجحتهم شوية كده ولعبوا شوية. وبعد كده بقى روحت طبعا. انا اخدتهم على بعد العصر، روحت ايه على المغرب كده. فكنت عايزه اعمل اكله بسيطه كده وسريعه. فبدور في الفريزر، لقيت كيس اللحمه دوت، قلت تمام قوي كده. طلعته بقى وقطعته مكعبات صغيره. ماشي، وهنزل بقى بيه كده زي ما انتم شايفين في حته السمنه اللي انا سيحتها ديت. وهديله صدمه قويه كده. تمام كده تمام كده. واحدة واحدة، خطواتنا سهلة وبسيطة. كنت مقطعة بقى في فلفل ألوان، ومقطعة بصل جوليان، ومقطعة قرن فلفل صغير كده، واخدة الأطراف بتاعته عشان خاطر مش عايزاها تبقى حراقة، عشان خاطر كرمة وكريم يعني وكده. بعد بقى ما اللحمة تغير لونها معايا، هنزل بنص كمية البصل، نص كمية البصل بس. مش هنزل بالكمية كلها، وهنزل برضو بنص كمية الفلفل زي ما انتوا شايفين اهوت. تمام كده تمام كده. يا رب التصوير يكون مظبوط، لان انا كنت بصور بايدي يا جماعه، مش مركبه الاستاند ولا حد واقف بيصور لي. فيا رب بقى التصوير يكون مظبوط، لاني كنت مستعجله. نزلت بقى بملح، نزلت بسبع بهارات، نزلت بشويه فلفل اسمر بس، ما حطيتش حاجه تاني. وبرده سبت البصل يدبل كده الاول قبل ما انزل بالميه. هبتدي بقى ان انا اقلب فيه شويه لحد ما البصل والفلفل يدبلوا معايا. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه تاني. المهم بعد كده جبت بقى كوبايه من الميه كبيره كده، ورحت مفضياها، وهسيب اللحمه بتاعتي تستوي. وبعد كده هوريكم هنعمل ايه ببقيه البصل وبقيه الفلفل اللي فاضل معانا. هسيبها بقى تستوي كده وتاخد من طعم بعضها، طعم البصل والفلفل والبهارات. وهرجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين يا جماعه بقى اهوت كده، غطيتها وخلاص. وهنا كانت بقى ابتدت ان هي تغلي معايا. حبيت برضه اوريها لكم كمان مره وهي بتغلي. لسه لا حطيت البصل ولا الفلفل، هي كده حوالي مثلا 50% سوا. تمام تمام. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وكان جنب مني بقى شويه مواعين كده في الحوض، قلت اغسلهم واروق الرخامه زي ما انتوا شايفين اهوت. ورجعت لها تاني كده، وصلت مثلا بنسبه 80% سوا. هنزل بقى بالبصل وهنزل بالفلفل، وهديهم تقليبه، وهخلي ال20% اللي فاضلين يكملوا السوا بالبصل والفلفل. ليه حطيت بقى بصل فلفل وفلفل في الاول؟ عشان خاطر اللحمه تاخد من طعمهم، لان الفلفل الالوان بيبقى مسكر، فانا كنت عايزه تاخد اللحمه التسكيره بتاعته. وسبت شويه في الاخر عشان برضو يبقى معايا بصل كده وفلفل فريش، ايه فيهم سنه جرنشه كده لما ييجوا ياكلوه. وهنا بقى كنت غرفت الاكل معايا، كان العيشه بتدن. وكان باقي عندي شويه مكرونه بشاميل من الفيديو اللي فات او من امبارح يعني. ونزلت بيهم كده وحطيت لهم بقى الاكل. بصوا جيت اوريكم اللحمه بس لقيتها سخنه بصراحه. وحطيت لهم بقى الاكل، واكلوا بالهنا والشفا. وصبيت الشاي، وحبيت اشارك معاكم اليوم من اوله لاخره. يا رب اكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي اقول لكم مع السلامه.